تعالوا نشوف الطبق الجميل ده اتعمل ازاي يا جماعة. طبق طعمه والله بجد بجد تحفة وهايل. مش عارفة اقول لكم ايه. يعني انا برضو اول مرة اعمله وطلع بصراحة يعني ولا اروع، يعني يفاته كتير اللي ما يعملش الطبق ده. تعالوا نشوفوا عملناه ازاي. ده رز بالكاري. معانا هنا صدور الفراخ ما تكونش رقيقة قوي ولا سميكة، يعني انا قسمت الصدر كده الواحد كده على 2. تمام. طبعا وشطفناه كويس وعملناه برضو في محلول نقع كده، شطفناه شطفه كده. وهقول لكم على البهارات بتاعته دلوقتي: ملح وفلفل، كاري وكركم، حبهان بودر، ومعانا كمان يعني تقدري تقولي كده ايه كبابة صيني معاها. وممكن برضو حاجة كده خفيفة من جوز الطيب، بشر جوز الطيب. وتدلكيهم كويس قوي وتعملوا مساج كويس قوي بحيث التتبيله توصل لكل تتغلف بيها تغليفه يعني كامله. ولازم عشان تاخدي منها نتيجه كويسه تسيبيها في الخلطه الجميله دي مش اقل من ساعتين. تمام. طبعا والافضل ان الفراخ دي تكوني جايباها قبلها بيوم، لان بصراحه يوميها يعني بتحسي ان اللحمه بتاعتها بتشد. هنجهز هنا معانا الحله اللي احنا هنعمل فيها الخلطه دي، وحطينا عليها معلقه زبده ومعلقتين زيت، وبدأنا هننزل بيهم نديهم صدمه للفراخ انها تسخن كويس قوي وتدينا الصدمه بتاعتها. انا مش هسويه، انا هديله صدمه من الناحيتين من الوجهين. تمام. وهقول لكم هنكمل السوا بتاعه ازاي. خليكم معايا حبايبي، لايك وشير. يلا بصوا انا بوريكم، شوفوا اللون، لون الفراخ دي. ده طبق بالكاري، مبهر بالكاري، طعمه بصراحه يا جماعه حلو قوي. جربوه حبايبي، قولوا رايكم فيه ايه. لايك وشير معايا. هنا برفع الفراخ من جوه المزيج المادة الدهنية بتاعته. خلاص احنا ادينا له لون، ادينا له صدمة من ناحيتين. هزود هنا كده ايه معلقة زبدة، مكعب زبدة. تمام. وهبدأ اكمل الاضافات بتاعتي. هنا انا عاملة بصلة مكعبات وضفتها على المادة الدهنية دي وبنشوحها كويس قوي. تمام. هنا بقى مجهزه معايا فلفل اخضر على فلفل اصفر كده برضو وضفته عليه وعشان يشوحوا مع بعض، مع طماطمتين كده صغيرين مكعبات، ومعلقه صلصه هنضيفها كمان دلوقتي. تمام. احنا كان المفروض ضفنا يا جماعه فص الثوم وشوحناه معاه، بس انا بصراحه انا نسيت، فهنضيفه برضو، هنلحق الدنيا معانا وهقول لكم هضيفه امتى. هنا مجهزه ميه مغليه والمقيار بتاعي، وضفته على الخلطة، ونفس البهارات اللي ضفناها على الفراخ ضفتها هنا على الخليط ده اللي هحط فيه الفراخ تكمل السوا بتاعتها وتشرب. هنا التوم اهو، بنزل التوم المفروم، فصين توم كده 3 محترمين كده، وننزلهم مع الخليط ونقلب كويس. تمام. هنا هيبقى طبعا مش هيتأخر في ان هو هيغلي بسرعة، وننزل نضيف عليه الفراخ دي تاخد السوا مع المية وتشرب من المية الجميلة اللي نزل فيها طعم الخضار واداله طعم وريحة. وبرفع، هسيبته هنا 10 دقايق جوه الخليط. طبعا استوى ما خدش سوا. هنا معايا اعمل ايه؟ معلقتنا عندي كوباية رز بسمتي. اكمل ازاي؟ حمرت كوبايتين شعرية وعملتها معاملة الرز البسمتي ونزلته مع بعض وقلبتهم، طعمهم ولا اروع بصراحة. قلبي كده هتلاقي لقيت الخليط تمام بالظبط ومعيار المية بالظبط. سبته على النار لحد ما يبدأ يتشرب المية بتاعته. واول ما احس ان هو بدأ يشرب المية بتاعته هروح نازلة على بصدور الفراخ على وش الرز كده عشان تدي ايه شكل ولونه جميل قوي قوي، ويكمل بقى على البخار مع الرز مع الحاجات دي، وبعدين طعمها وتغطي عليها وتسيبيه لحد ما تحسي ان الرز خلاص والشعرية استوى. هنا لازم تتصرفي، انت ما لقيتيش عندك الا حبة صغيرين رز بسمتي، حتى لو مفيش رز بسمتي ممكن تعمليها بكوباية رز مصري عادي جدا. هنا انا بحب بصراحة عملت معاها سلطة الدقوس، ممكن اللي حابب معاها زبادي سلطة الزبادي براحته، بس سلطة الدقوس بشوف انها ايه يعني أليق شوية مع الأكلة دي بصراحة.
يلا جربوها والف هنا وشفا.